اخبار مية مية في الكرة المصرية، فضلا وليس امرا. نتأكد ان انت متابعني واعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا. وجماهير النادي الاهلي مكتسح التصويت بتاع رابطة الاندية صديقي وكريم فؤاد وزيزو وكريم بامبو. كريم فؤاد 94%، زيزو 6%، بامبو 0. وفلافيو مهاجم النادي الاهلي بتاع الزمن الجميل زار النادي الاهلي النهارده صديقه، وكابتن محمود الخطيب استقبله، وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب اداله تيشيرت ممضي جديد. وملكة جمال كرواتيا يا صديقي بعد ما طلعت وقالت لك لو كرواتيا كسبت البطولة انا همشي من الدوحة لكرواتيا عارية. كرواتيا طلعت النهارده رغم ان خروج كرواتيا زعل ناس كتيرة ان هي ما مشيتش عارية. والبرغوث الارجنتيني يا صديقي ابدع فامتع في الهدف الثالث والاسيست بتاعه وضربه الجزاء اللي نفذها بشكل خرافي. وانا قلت لكم يا جدعان الكوره شكلها عايزه تكافئ ميسي في نهايه مشواره وتدي له كاس العالم. والمغاربه يا صديقي بيقول لك وصلنا لنصف نهائي كاس العالم ما كانش صدفه، واحنا هنقاتل لحظوظنا لاخر لحظه. وطبعا ماتش المغرب وفرنسا الاربع الساعه 9، واللي هيكسب هيقابل الارجنتين في النهائي. وبعد المكسب 3-0 على الاتحاد السكندري مارسيل كولر بيقول لك احنا لعبنا ماتش سيء وماتش مش كويس، واللعيبه ما بقتش بتسمع كلامه وبتفقد تركيزها بسرعه. وقفشه لو بوزه على اداره الاهلي يا صديقي وبيقول لك مارسيل كولر ما بيلعبنيش اساسي وانا عايز اروح فريق العب فيه اساسي. والباطن السعودي متقدم بعرض 300,000 دولار لنهايه الموسم في الست شهور ويشتروه ب 2 مليون دولار. وانا بقول لك اداره الاهلي مش هتوافق بالكلام ده، مش هتوافق اقل من نص مليون دولار في الست شهور اللي فاضلين، وان مارسيل كولر يوافق على الاعاره. وبيرس تاو شد خفيف في الخلفيه وان شاء الله من اسبوع ل 10 ايام. واتمنى ما تنساش اللايك وتقول لي رايك في كومنت. سلام.